أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو البرمجة ولغات البرمجة، وهنفهم الفرق ما بين لغات الهاي ليفل لانجوجز واللو ليفل لانجوجز، اللي هي لغات المستوى العالي ولغات المستوى المنخفض. يلا بينا نبدأ. أولا هنتكلم ببساطة إيه هي البرمجة. البرمجة ببساطة هي عملية بنقول فيها للكمبيوتر يعمل إيه خطوة بخطوة عشان يحل مشكلة أو إن هو ينفذ عملية معينة. الإنسان بيكتب التعليمات، أما الكمبيوتر بينفذها بدقة. وهنا بيجي دور البرمجة. البرمجة هي الوسيط ما بين الاتنين، تقدر إن هي تحول اللغة البشر المفهومة للغة أقرب للكمبيوتر. ومن غير برمجة ما كانش هيبقى عندنا لا مواقع إنترنت أو تطبيقات موبايل أو حتى تكنولوجيا. إزاي بتشتغل؟ المبرمج بيكتب الكود بيترجم للغة يفهمها الكمبيوتر عن طريق الكومبايلر أو الانتربريتر. وهنتكلم في الحلقات الجاية عن الكومبايليشن والانتربريشن أو الكومبايلر والانتربريتر. وبعد كده، بعد ما المترجم أو الكومبايلر أو الانتربريتر بيحول اللغة اللي المبرمج بيكتبها للغة أقرب للكمبيوتر اللي هي باينري كود، بيحصل عملية الإكسكيوشن أو عملية التنفيذ. دلوقتي نبدأ بلغات المستوى العالي أو ال High Level Programming Languages. اللغات دي بتكون قريبة جدا من طريقة البشر في تفكيرهم، وطبعا بتكون قريبة جدا من طريقة التعلم بتاعتها، فسهلة جدا إن هي تكون أقرب للإنسان. من مميزاتها إن هي بتسرع عمليات التطوير، بتشتغل على أنظمة مختلفة، بتوفر حاجات زي إدارة الذاكرة والأخطاء بشكل تلقائي. عندنا أمثلة عليها زي بايثون، جافا، سي بلس بلس وجافا سكريبت، وبيتم استخدامها في تطوير التطبيقات والمواقع والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. ودلوقتي هنتكلم عن اللغات المستوى المنخفض أو ال Low Level Programming Languages. هي أقرب للهاردوير نفسه، يعني بتديك تحكم كامل في الذاكرة والمكونات الداخلية للكمبيوتر، عشان هي اللغة الأصلية بتاعتها إن هي بتتحول لزيرو وون، فأقرب للهاردوير. طبعا من المميزات بتاعتها طالما هي أقرب للهاردوير فهي عالية جدا في السرعة، وطبعا ليها كفاءة عالية جدا. مشكلتها إن هي صعبة في التعلم شوية وأقل مرونة بالنسبة للهاي ليفل لانجويجز، وبتحتاج معرفة كبيرة بالبنية بتاعة الكمبيوتر. أمثلة assembly والماشين كود. طبعا نقدر إن احنا نستخدمها في أنظمة التشغيل، أنظمة الوقت الحقيقي أو الامبيدد systems. نقدر نشغلها في السوفت وير الخاص بالأجهزة المدمجة زي المايكرو كنترول. دلوقتي هنتكلم عن مقارنة بسيطة بشكل سريع ما بين ال High Programming Languages وال Low Programming Languages. عندنا من ناحية ال Abstraction فال High Level Languages هي أقرب لغة للغات الإنسان، أما ال Low Level Languages فهي أقرب شوية للآلة. من ناحية سهولة الاستخدام أو Ease of Use فهي ال High Level Languages أبسط بكتير للتعلم وأبسط للاستخدام، لكن ال Low Level Languages فهي أكثر تعقيدا وأصعب في التعلم. بالنسبة للportability أو سهولة التنقل فعندنا ال High Level Languages هي highly portable، يعني إن أنت تقدر تنقلها من سيستم لسيستم من غير ما يبقى فيه أي مشاكل، أو إنك أنت تنقلها من السيرفر سايد للكلاينت سايد. أما ال Low Level Languages فهي أقل portability أو أصعب في التنقل. بالنسبة للdevelopment speed أو سرعة التطوير، ال High Level Languages هي أسرع في التطوير وبتاخد وقت أسرع في إن أنا أعمل تطوير، أما ال Low Level Languages فهي أبطأ في التطوير. بالنسبة للميموري مانجمنت أو المساحة اللي بتاخدها في الذاكرة،
أو إدارة الذاكرة فالهاي ليفل لانجويجز هي أوتوماتيك، تلقائي بتحدد مكان الذاكرة اللي هي عايزاه. أما اللو ليفل لانجويجز فأنت لازم إنك أنت تحدد الأماكن المحددة في الذاكرة وتعمل ليها إدارة بنفسك. بالنسبة للإيرور هاندلنج أو معالجة الأخطاء، فعندنا في الهاي ليفل لانجويجز دي ميزة موجودة أصلا في اللغة، بتعمل معالجة للأخطاء تلقائيا. أما بالنسبة لللو ليفل لانجويجز فهي أصعب شوية، وبتحتاج إنك أنت تعمل manual checks أو إنك أنت تعملها بنفسك. بالنسبة للبرفورمانس، طبعا الهاي ليفل لانجويجز أبطأ شوية عشان هي بتتحول للغة من الهاي ليفل لانجويجز، بتتحول لللو ليفل لانجويجز وبعديها بتتحول للغة بتاعة الباينري كود أو بتاعة لغة الآلة، فبالتالي هي بتبقى أبطأ في الإكسكيوشن أو أبطأ في التنفيذ. لكن اللو ليفل لانجويجز فهي أسرع في التنفيذ من الهاي ليفل لانجويجز. بالنسبة الاستخدامات إن إحنا بنستخدم الهاي ليفل لانجويجز في التطبيقات، أما اللو ليفل لانجويجز في الأنظمة والإمبيدد سيستم. باختصار، لغات المستوى العالي أو الهاي ليفل لانجويجز بتركز على سهولة الاستخدام والإنتاجية. أما لغات اللو ليفل لانجويجز أو لغات المستوى المنخفض بتركز على الأداء والتحكم المباشر في الجهاز. لو فهمنا الفرق ما بينهم هتقدر تختار اللغة المناسبة للمشروع أو المهمة اللي قدامنا. عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتكتب في التعليقات انت بتفضل أي نوع من لغات البرمجة.